ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة ونحن في قلب رمضان وفي اليوم السابع من شهر رمضان المبارك لعام 1446 نتحدث في معية القرآن الكريم. ورد في الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يدارس القرآن مع جبريل في رمضان كل ليلة، يدارس القرآن. ومعنى مدارسة القرآن أي قراءته وتدبره وفهم معانيه البعيدة والقريبة، المفصلة والمجملة والمحكم والمتغير، كل ذلك كان يدارس جبريل، يدارس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. وهذه الأمة أيضا يجب عليها، بل إن صح التعبير، أن تعيش رمضان كله مع كتاب الله تبارك وتعالى، ليس تلاوة فحسب، بل قراءة وتلاوة وتدبرا ودراسة. ولذلك لفظ المدارسة يعني المفاعلة، وهذا أعمق من القراءة، مجرد القراءة. وقد اخترنا لكم في هذه الحلقة مجموعة من الآيات التي تتعلق بشعبنا الإريتري أينما كان، وهي بصفتها العامة أيضا تتعلق بجميع المسلمين. قبل أن نخوض أرحب بضيفي الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، كما أرحب بكم وإلى النقاش. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله. هذه الآيات اخترناها لكم من كتاب ربنا عز وجل، ابتداء من سورة آل عمران. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وبعدها من سورة المائدة قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقبلها قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى أن قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أنه قال سبحانه وتعالى في سورة النحل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأخيرا قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه آيات عظيمات تختص بجماعة المسلمين وتختص بتعاملهم، فاخترناها لكم ونطرح الحوار في هذه الآيات على شيخنا الشيخ حسن سلمان. هذه الآية الكريمة شيخ حسن سلمان: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وردت في سورة آل عمران. لو تعطونا إلماحة عن سورة آل عمران، ثم ما المقصود من هذه الآية الكريمة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة آل عمران من حيث الترتيب تأتي بعد سورة البقرة، والتي سورة البقرة طبعا التي اشتملت على المنهاج العام لأمة الإسلام وتحدثت عن الخلافة، سواء كان الاستخلاف الآدمي الأول ثم بعد ذلك استخلاف بني إسرائيل، ثم تحدثت عن منهاج إبراهيم عليه السلام وملته، وتحدثت بالتفصيل بعد ذلك عما سيحكم الولاية الإسلامية والخلافة الإسلامية من منهاج عام، سواء كان المنهاج الشعائري أو المنهاج التعبدي أو المنهاج المعاشي أو غير ذلك من الأحكام التشريعية التي جاءت بها، سواء كان في الإنفاق، في الديون، في غيرها من القضايا. ثم بعد ذلك دخلت
وكان الحديث عن بني إسرائيل في هذه الآية. جاءت وتحديدا بني إسرائيل طبعا اليهود على وجه التحديد اليهود، ثم جاءت آل عمران لتتحدث عن مبدأ مهم جدا في هذه الشريعة، وهو الاستقامة والثبات والتضحية والفداء لهذا المنهاج الذي كان في سورة البقرة. يعني كأنما أنا أقول لك والله هذا هو العلم وهذا هو العمل، العلم النافع والعمل إيه؟ العمل الصالح. ولذلك تناولت جملة من القضايا وتحدثت عن معارك بعينها وغزوات بعينها غزاها النبي صلى الله عليه وسلم لتعبر عن مسألة الثبات والتضحية في هذا الدين. وتحدثت أيضا عن الحادثة الكبيرة جدا، وهي ما أشيع في يوم أحد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وما حصل في وسط الصحابة رضوان الله عليهم. فالله عز وجل عالج هذه المسألة بأن والله يجب أن لا يرتبط أمر استمرار الدين والخدمة فيه والعمل لأجله بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم تحدثت أيضا عن النصارى بشكل أو آخر، يعني في البدايات كانت تقريبا تتكلم عن موضوع النصارى، وتكلمت كذلك عن المواجهات اللي حصلت ما بين فئتين. لكن دخلت على كل الآية هذه وسط سورة آل عمران بعد قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالاعتصام مسبوق بمسألة مهمة جدا، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا لم نستطع أن نقرأ الآية في سياقها لن تستقيم. يعني لو أنك بس قلت واعتصموا بحبل الله وعزلتها عن الآية التي قبلها، لأن أصلا لن يتحقق صلاح ذات البين والاعتصام بحبل الله والتمسك والائتلاف وترك شحناء القلوب بين إلا إذا تحقق إيه؟ التقوى. يا سلام. فستجد الأزمة كلها في التقوى، مثل قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين. فلا بد أن ننتبه إلى أن الاعتصام المطلوب هنا أول اعتصام بكتاب الله، أول اعتصام بالله، لأنه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط، اعتصام بالله واعتصام بكتاب الله واعتصام بجماعة المسلمين ووحدتهم وتماسكهم، كل ذلك مضمن في قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل شنو؟ بحبل الله. صحيح أن حبل الله فسر بالإسلام وفسر بالقرآن وكذا، لكن المسألة متشابكة ومترابطة، خصوصا إذا أخذتها مع قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية على وجه التحديد أن نعتصم بحبله وأن نتمسك بهدايته. وهنا التمسك إذا اعتبرناه بكتاب الله وهو القرآن، أو التمسك بدينه وهو الإسلام، فإن فيه العقائد وفيه المعاملات وفيه الشعائر نتمسك بها كلها. يا سلام. ثم أيضا في لفتة مهمة في الآية وهو واعتصموا بحبل الله جميعا. هنا جميعا حال، بمعنى ما تحاول تقول لي والله أنا سأعتصم بحبل الله متفرقا منفردا، لا، حالة كونكم مجتمعين. يعني يجب أن يكون الاجتماع والاعتصام في حالة جماعية. يجب المسلمين أن لا يكونوا نزعا متفرقين كل طائفة تلعن الطائفة الأخرى. فكلمة جميعا لها دلالة مهمة جدا، وهو أن الاعتصام مطلوب في صيغته في صيغته الجماعية. وهذا يؤدي بنا إلى أن نصبر على بعضنا طبيعة الحال، ونتناصح فيما بيننا. أحسنت. ويعني ويكون بيننا الود والإخاء. نعم. ولذلك لما سمي الآن مثلا أهل السنة والجماعة لمراعاتهم لهذه القضية، يراعون الأصل وهو الشريعة وما جاءت به ويلتزمونها، وما حصل من انحراف ويلتزمون الجماعة ويجتمعون حولها. نعم. وإذا حصلت أخطاء يتناصحون فيما بينهم. نعم. فهم لا يسكتون عن بعضهم البعض. شيخنا جزاكم الله خير، يعني نجد في نفس سورة آل عمران وما أشرتم إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، نجد التوصية بالتقوى تكررت في آل عمران عدة مرات. نعم. مقرونة بالصبر. نعم. أقرأه عليكم وعليكم التعليق، لكن أتعجب من تكرار هذا التوجيه من الله عز وجل في هذه السورة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وقال سبحانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين. نعم. وفي آية أخرى قال سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا جانب الأمر بالتقوى مباشرة. الأمر الآخر الذي أيضا تعجبت منه كيف قرن الله سبحانه وتعالى التقوى مع الصبر. قال سبحانه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وهذا في التعامل مع العدو سواء كان منافقا أو كان عدوا واضحا. ثم قال أيضا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وهنا في معرض دعم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالملائكة. بلى إن تصبروا وتتقوا. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هنا أيضا في معرض البيان وتمييز المؤمنين بعضهم بعضا. المؤمنين منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة وردت في هذه السورة. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ما سر ربط التقوى بالصبر؟ صدق. هو أول السورة سبحان الله الهدف الذي ذكرناه مسألة الثبات والاستمرار والدفاع والجهاد والمرابطة، هذا الهدف الأساسي. عدم المخالفة الاستجابة لأمر الله. يعني كل ما ذكر من منهاج الله في سورة البقرة يحتاج منك إلى هاتين الصفتين، صفة التقوى وصفة صفة الصبر. ومسألة التقوى وإن كان ممكن نتناولها في وتعاون على البر والتقوى، لكن في مجملها كيف أن الإنسان يجعل بينه وبين كل ما هو محظور ومنهي عنه وذنب وسيء يجعل بينه وبين ذلك وقاية. لأن التقوى تقابل العدوان. ستلاحظ بأن التقوى في طرف والعدوان في طرف آخر. فأي شكل من أشكال العدوان لن يؤدي بك إلى الثبات والاستمرار على منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى في كل المعاملات وفي كل القضايا يدور معك حول معنى معنى تقوى الله سبحانه وتعالى. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تخشى ترجو ثواب الله. الذي ليس عنده تقوى الله ولا يخشى ربه، نعم، ولا يفرق بين الحلال والحرام، نعم، ولا يهمه أكل حراما أو أكل حلالا، فهذا ليس بمتقي. نعم، ولا تنفعه المواعظ. والتقوى بهذا المعنى تحتاج صبر. بهذا المعنى إذا كان والله أنت كل الشهوات والشبهات تحتاج منك إلى إنه والله تصبر عليها، لأنه في قضايا جاذبة وفي قضايا مغرية وفي قضايا غرائزية، في قضايا ضد النفس البشرية، يعني أنت ما بتقدر تتحملها، فالله يقول لك لا اصبر عليها. فتستعين بالصبر على طاعة الله في مسألة تقوى الله، وبذلك تستطيع أن تتوازن في مسيرتك في الثبات على طيب لو أحببنا نحن الآن أن نسقط هذه الآية الكريمة وهذه التوجيهات على شعبنا الإريتري المسلم، نجد أن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فيها توجيه لجميع القبائل وجميع التوجهات وجميع الأحزاب، سواء كانت أحزاب سياسية أو كانت توجهات مثلا مذهبية أو كانت قبائلية. كيف ممكن نسقط هذه الآية على هذا؟ وكيف فعلا نحن كشعب إريتري في هذا الشهر الكريم نحقق الارتباط
على الكتاب والسنة؟ أول دائما خلينا نقول مسألة الاعتصام والوحدة والتماسك والتعاون فيما بين الناس تحتاجه كل الشعوب، ولكن أكثر ما يحتاج ذلك الذين يخضعون بحالة استضعاف أو يكونوا في هامش الحياة في بلدانهم. ما شاء الله. وبالتالي إذا كان والله الإنسان لا يستطيع وهو مستضعف أن يعتصم مع إخوانه ويستمسك بهم ويتعاون معهم، متى سيكون التماسك؟ متى ستكون الوحدة؟ متى سيكون الائتلاف؟ فأول شيء لا بد أن نتذكر بأن والله نحن ضرورات الحياة قبل أن تكون مطلوبات الشريعة. مطلوبات الشريعة هذه كلها تحتاج إلى اعتصام. إقامة الدين يحتاج إلى اعتصام، التعاون على الخير يحتاج إلى اعتصام، أن تكون رقما في بلدانك تحتاج إلى اعتصام. المجموعات المتفرقة المتشتتة لن تؤدي بطبيعة الحال إلى أن تكون حتى في بلدانها لها وزن. فتأبى الرياح إذا اجتمعنا تكسرا، مش كده؟ جميل. وإذا افترقنا تكسرت آحاد. يعني أنت إذا حزمة من الحطب مربوطة مع بعض لا تستطيع أن تكسرها، لكن ماذا تفعل؟ تشتتها عن بعضها. ولذلك الدكتاتوريات والظاهرة الفرعونية بشكل عام تسعى إلى أن تشتت الناس وتجعلهم شيع. فرعون كانت هذه سياسته، قسم الناس شيعا، قسموا قبائل، مكونات، كذا، أحزاب. المهم لا يستطيعون أن يلتقوا على راية واحدة ولا على هدف محدد ولا على غاية ينشدونها. فكل إنسان من منصته يظن نفسه سيغير، ولكنه في نهاية المطاف هو عاجز لا يستطيع أن يغير شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني نخاطب نحن بهذه الآية شعبنا بكل مكوناته، بكل مكونات. حتى خلينا نقول حتى الشريك الوطني الذي هو معنا في داخل الوطن هو محتاج أن يتآلف معنا في مقابل عدوان الخارج. صحيح. أليست إريتريا في كل مرة تهدد؟ إذا لم يكن شعبها متماسك وشعبها مترابط وشعبها نزع فتائل العدوان فيما بينه نزع فتائل المظالم فيما بينه، لن يستطيع أن يصد العدوان الخارجي. إذا نحن في الوقت الذي نتكلم فيه عن المسلمين باعتبارهم يجب أن يكونوا يدا واحدة، ويجب أن يعتصموا بحبل الله سبحانه، ويجب أن يعتصموا بشريعتهم، وأن هذه المسألة هي التي ستعالج مشكلاتهم في هذه الحياة الدنيا وترضي الله تبارك وتعالى. فهو على كل خطاب موجه للقبائل، خطاب موجه للأحزاب، خطاب موجه للمجموعات الدينية، خطاب موجه للأقاليم، كل ذلك الله سبحانه وتعالى يعني هذه حالات تنوع. الجماعات قد تكون متنوعة، الأقاليم متنوعة، القبائل تنوع. بدل أن نجعل من هذا التنوع نقطة إثراء ونقطة قوة ونقطة كما يقولون تشكيلة جمالية في المشهد العام، إذا بالناس يجعلونها نقاط اختلاف وافتراق، وبالتالي يضعف. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فذهاب القوة ذهاب القوة يكون بسبب الافتراق، بسبب التنازع، بسبب وشوف الريح. والآية الكريمة حذرت كما أمرت بالاجتماع، حذرت. أيوة نعم حذرت واعتصموا بالله ولا تفرقوا. ثم الله سبحانه وتعالى بنفس الآية رجع إلى مسألة مهمة جدا: اذكروا ما كنتم عليه من افتراق، من إشكالات، من كذا. يعني حصل بالنسبة للأوس والخزرج كان فيما بينهم يتقاتلون 40 سنة. أيوة. واذكروا ذلك، واذكروا أيضا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. يعني الله سبحانه وتعالى منح هؤلاء المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون عنصر الوحدة وعنصر التماسك فيهم. هنا طبعا نحن في الوقت الذي نخاطب الشعب لا بد أن نوجه النداء ابتداء إلى من يقودون الناس، لأن العامة تبع لقياداتهم، سواء كانوا قيادات دينية، قيادات سياسية، قيادات أهلية. في النهاية القيادات هي التي تحاول أن تسوق الناس إما إلى الخير وإما إلى الشر. ونحن نقول للنخب على الأقل التي تتصدر المشهد يجب أن يكونوا دعاة خير، ويجب أن يكونوا دعاة وحدة ودعاة اعتصام، ولا يكونوا دعاة فرقة وتشتت. كلام جميل. الحقيقة هذا يؤدي بنا أيضا إلى أننا ننتقل إلى مسألة احترام العهود والمواثيق. ما دمنا نحن سنجتمع وسوف نتآلف ونتعاون على البر والتقوى، فكان لا بد لنا أولا أن نحترم العقود. لذلك أتت سورة المائدة وافتتحت بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يعلم إن الله يحكم ما يريد. هذه السورة، سورة المائدة، أعتقد أنها تهتم باحترام العهود
والمواثيق. نعم. لذلك مرت بعدة مراحل، ومنها ابتداء بهذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به، وهو تحقيق التعاون على البر والتقوى. كذلك مرت بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهي بداية الآية التي هي ستأتي إن شاء الله معنا، وهي واضحة جدا فيما يتعلق بأخذ العهد والميثاق. يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله، كونوا شهداء لله، شهداء بالقسط. نعم. ضروري جدا أن نقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حتى فعلا أننا نطبق منهج التعاون على البر والتقوى يجب علينا أن نحترم العهود والمواثيق، ومنها حتى التعايش بين المكون الآخر. تعليقكم على هذا؟ ولا كما ذكرت، المائدة هي سورة العقود والعهود، وهي أيضا من أواخر ما نزل، فما جاء فيها خاصة قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، تدل على أن هذه السورة هي من أواخر ما نزل، وبالتالي كأنما سبحان الله رتبت كل المواثيق بين الله وعباده، والمواثيق بين العباد فيما بينهم، والمواثيق بين المسلمين، والمواثيق بين المسلمين وغير المسلمين. هذه كلها تناولتها هذه السورة. وحتى في طريقة ما يمكن أن نلتقي عليه مع أهل الكتاب، قضايا التزاوج وقضايا الطعام، يعني بيّنت على كل أشكال كثيرة جدا. لكن سبحان الله توسط، كانت البداية مع قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كأنما والله هذه المواثيق والعهود التي تبرم يجب أن يراعى فيها شيء واحد: أن المسلمين يجب أن لا يكونوا بأي شكل من الأشكال طرف في أي حالة عدوان، يا سلام. ولا طرف في أي معاهدة فيها إثم. يا سلام. يعني إذا كان والله هنالك معاهدات تنص على الإثم وعلى الفواحش وعلى المنكرات، كما هي مثلا اتفاقية السيداو الآن التي يروج لها، أو هنالك تحرك لإبادة شعب من الشعوب دون أن يكون لهم أي حق من فالله سبحانه وتعالى يقول لنا: والله كونوا مع الناس، تعاونوا مع الناس، تعاونوا فيما بينكم. يعني هذه الآية توجه والمؤمنين فيما بينهم، ولكنها هي أيضا آية عامة موجهة لكل البشرية، بني الناس جميعا. طيب، ما هي الضابط في قضية المعاهدات؟ أن والله ما نتعاهد عليه يكون بر وتقوى، وما نجتنبه يكون إثم وعدوان. فسبحان الله هذه القاعدة لو أن العالم اليوم تقريبا تعامل بها لاستقامت حياة البشرية كلها، ليس فقط سبحان الله. ويكون الأمر بطبيعة الحال، ما هو البر يجب أن يحدد، وما هو التقوى يجب أن تحدد، وذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالبر مثلا كما ينص عليها التفسير هو كلمة جامعة لكل أنواع الخير، والتقوى في الاتجاه الفعل، والتقوى هي كل القضايا التي مطلوب اجتنابها مما هو شرور. جميل. فأنت الله سبحانه وتعالى قال لك: والله افعل كل ما هو خير، واجتنب كل ما هو شر، كل ما هو شر، ويكون التعاون على ذلك. فنحن نتعاون مثلا على ما فيه صلاح البلاد، وعلى ما فيه صلاح العباد، وعلى ما فيه العفة، وعلى ما فيه الصدق، وعلى ما فيه الكرامة، وعلى ما فيه كرامة الإنسان، وعلى ما فيه عزة الإنسان، ونجتنب كل ما سوى ذلك. ولا تعاونوا على الإثم. لاحظ الآن هنا البر قابله الإثم، والتقوى قابلها العدوان. فقال لك: والله اجتنب الإثم الذي هو كل ما فيه شرور، كما أن هناك كل ما فيه خير، وهنا الآثام مقابل التقوى جاءت العدوان. فالعدوان هي حالة التجاوز للحدود، حالة التجاوز للحدود. يعني الله سبحانه وتعالى حد لك حدا وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقيم عهودنا ومواثيقنا على هذه القاعدة العظيمة. طيب، العهود والمواثيق أحيانا يحصل فيها اختلاف، ناس تتفق ثم يحصل اختلاف، وقد يكون هذا الاختلاف
أحد الطرفين ظالم طيب والآخر مظلوم. والآخر مظلوم. صحيح. الله سبحانه وتعالى هنا أمرنا بأمرين سبحان الله قبل أن يقول، قبل أن يأمر اللي هي بتاعة سورة النحل. لا هي نفسها. قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. بعدك ولا يجرمنكم. هذا قبل ما نأتي إلى لا يجرمنكم، أول شيء الله سبحانه وتعالى يقول لك يا مسلم أنت مهمتك في الوجود أمرين: إقامة القسط الوارد في قوله تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب ليقوم الناس بالقسط. نعم. هذه مهمتك في الوجود. الاستخلاف الذي خلقك الله له هو أن تكون والله أنت تقوم بالقسط. من خلال قيامك بالقسط تحقق أن تكون أنت شاهد على خلق الله، لأن المسلمين هم شهداء الله في الأرض. فما نشهد له بالخير يكون خير، وما نشهد له، وليس هنا مسألة تفوق عرقي أو تفوق قومي أو تفوق جنس، لا، تفوق بأنه معك كتاب وينضم تحت مظلة الكتاب أي شخص ليكون من هذه الأمة. فالله عز وجل قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. سبحان الله، ابن القيم عليه رحمة الله اعتبر مقام الشهادة في كتابه مدارج السالكين هو أعلى مقامات المدارج، ختم به كتابه مدارج السالكين. يعني من اليقظة إلى الفكرة إلى إلى الإرادة إلى العزيمة إلى التوبة إلى أن وصل بنا قال الشهادة. يا سلام. اللي شهد الله أنه لا إله إلا. فعندما تكون أنت شاهد على الآخرين إنما تشهد بما معك من قيم وما معك من أخلاق وما معك من سلامة تصورات. إذا ما عندك شيء لا تستطيع أن تكون شهيد. وبالتالي سبحان الله ثم بعد ذلك إيش قال؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. احتمال أنت أول مطالب، والله أنت في منصة المحكمة مطالب أن تقيم قسط وتكون شاهد على الناس وشاهد لله سبحانه. طيب جاءك شخصان أحدهما مسلم والآخر كافر، أو أحدهما قريب والآخر بعيد، أو أحدهما تبغضه والآخر تحبه. هنا تأتي سبحان الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. كراهيتك لشخص أو بغضك لشخص أو حتى ضلاله في نفسه، كفره بالله، فسقه، هذا شأن، وكونك لا تظلمه هذا شأن شأن آخر. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون منصفين ونقوم بالعدل ونقوم بالقسط حتى مع أعدائنا، وليس مع من نحب فقط، وليس مع المسلمين فقط. ما شاء الله تبارك الله، طرح جميل جدا جدا. دعني أنقلك شيخ حسن بما أنك ذكرت هذا. طبعا كلمة القسط وردت في القرآن عدة مرات، من أهمها في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وتكررت أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. سبحان هذه فصلت الآن، دخلت التفاصيل. نعم. وتأكيدا لكلامكم الجميل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أحيانا النفس تأمرك بالسوء طبعا. أحيانا أنت مطلوب أن تنصف من نفسك. أحيانا الوالدان يكونان هم الظالمان. في هذه الحالة أيضا لا تقف معهما. ولذلك نص عليهما قال أو الوالدين. يا سلام. تمام. ثم قال والأقربين. يعني بدأ بالنفس ثم الأبعد فالأبعد. بعدك يأتوا الوالدين، يأتوا الوالدان ثم الأقربين، سواء كان أخوك. أحيانا أخوك يكون ظالم. وللأسف كثير من الناس يضعف في هذا الموضوع. يقول لك كيف أقف ضد أخي، كيف أقف ضد والدي. نعم. وهنا هو يعني يخالف أمر الله الذي خلقه. حتى قال سبحانه إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. أحيانا تأتي قضية التفاوت. بعض الناس يقول لك والله فلان وجيه، كيف استطيع أن أحاكمه في مقابل هذا الوضيع، وهكذا. ثم قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فلا تتبعوا الهوى. المشكلة الهوى بسبب والعياذ بالله الشيطان يحيد بك عن العدل. ثم قال وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لا إله إلا الله. يعني فإن تلووا هنا تلووا أو تعرضوا. أعتقد تلووا المقصود بها لوي الأعناق عن هذا الأمر. يعني
كأنما أنت تعرض، تلتفت. لأن هذا مؤلم حقيقة. الإعراض هو شيء كلي، واللي شيء بعضي هكذا. عشان يعني سواء كان أعرضت جزئيا أو أعرضت كليا، فالله سبحانه وتعالى خبير بما في. وهذا سبحان الله، الله عز وجل هنا يعني يمحص النفوس ويمحص القلوب، ويقول لهم بأن التعامل مع الله ليس مع أحد. يعني في قضايا العدل وفي قضايا كذا، التعامل مع الله سبحانه وتعالى. أنت في منصة قضاء ستأتي يوم القيامة إما أنك والله عادل وإما أنك ظالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي إلي المتشاجران والمتخاصمان ويكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر، وأحكم له بما بنحو ما أسمع. القضاء بينات، بنحو ما أسمع، أنا ليس عندي علم الغيب، فبنحو ما أسمع قال: إنما هي إيه؟ فما حكمت له ظلما فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هي مسألة خطيرة، وقاضيان في النار وقاضي في الجنة. هذه أيضا. فهذه كيف سبحان الله تجعل المسلم عنده حساسية عالية جدا مما نسميه الآن بالظلم. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خير. الآن يحدو بنا أن ننتقل إلى السورة التي بعدها، وهي ما ذكره لنا الإخوة ها هنا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الآية هي مفردة العدل، وردت في القرآن الكريم في 5 مواضع. في 5 مواضع. أولا في سورة البقرة، وهي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآية معروفة. ثم في النساء قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وفي النحل قال: وضرب الله مثلا رجلا أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ثم آية النحل التي هي معنا، ثم انتقل بعد ذلك إلى آية الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. تأتي بعدها ما نختم به جلستنا اليوم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نحن شيخ حسن لو أردنا أن نسقط هذا الموضوع على شعبنا الإريتري، نحن 10 قبائل، النظام يعترف ب9 والواقع هم 10. يسميها قوميات. نعم، يسميها قوميات. أيوه. نعم. فهذه ال10 هو اعتبر اللسان هو الحاكم في المسألة. نعم. هذا إشكال، حكم أنه اللسان هو الحاكم. نعم. نعم، وهذا رفضه الشعب أيضا. نعم. لم يقبله إلا عنوة وبالسيف. نعم. ولكن الواقع أنهم 10 قبائل. نعم. وربما يزيدون قليلا وينقصون قليلا. الشاهد أن مستوى العدل في هذه القبائل، في هذه التوجهات، في هذه، كيف ترى مستوى العدل فيما بيننا؟ مستوى العدل يعني مثلا القرآن الكريم ما تفضلت به أنه أمر بالعدل. وأتعجب من عمق هذا العدل في الرب سبحانه وتعالى، حيث قال وهو المنصف سبحانه وتعالى قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هنا يمدح سبحانه وتعالى هؤلاء النصارى الذين في البداية قال عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمن إنصاف الله ومن عدله سبحانه وتعالى حتى بعباده. وفي سورة آل عمران قال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فانظر إلى هذا. نحن نريد الآن أن نتحدث عن المكون الآخر، مكون مثلا نصارى بلادنا، المكون الآخر من أي حزب من الأحزاب القديمة والجديدة. كيف ترى مستوى العدل في التحاكم بيننا؟ هو على كل دائما سبحان الله يعني مسألة الشراكة بغض النظر كان الشراكة اقتصادية أو كان الشراكة سياسية أو كان شراكة اجتماعية، إذا لم تخضع للقسط والعدل الشركاء دائما يبغي بعضهم على بعض.
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. هذه إشكالية هذا. وهذا البغي سببه سبحان الله غياب التقوى من جهة، وغياب الهدى من جهة أخرى. يعني في ناس تعرف أن ما تفعله ظلم ولكنها تتجاوز لأن ما في تقوى، وفي آخرين أصلا ما فاهم العدل ولا فاهم القسط ولا فاهم ما هو صواب. فمن الناس سبحان الله يعني لما جيت قضية النصارى أزمتهم هي أزمة تصورات، خلافا لليهود الذين أزمتهم أزمة سلوك. يعني النصراني عنده إشكالية في التصور في الإله، هذا التصور مشوش عليه، لكن في سليقته وطبيعته قد يكون مريد للخير. عشان كده تلقاه المحبة الكذا يتكلم عن قضايا هي جيدة، وسلوكيا قد يكون أقرب من اليهود الذين هم عرفوا الحق ولا يريدون اتباعه. لاحظت؟ فهنا الفرق. فمسألة الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. لا نستطيع بالمطلق أن نقول والله المسلمين ما شاء الله قمة في العدل والنصارى قمة في الظلم، صعب. لكن ما انتهت إليه الحالة وأن يتصدر اليوم على رأس الدولة من هذه الفئة اللي هي فئة النصارى، يبدو أن فكرة الشراكة والعدل فيها إلى حد كبير غائبة عندهم، ولا نستطيع أن نعمم بدليل أنه في مجموعات مكونات أقاليم قبائل أحزاب تحسب على هذا المكون، ولكنها تقف معك أيضا في صف المعارضة وتقول والله لا لهذا الظلم. لاحظت؟ نعم صحيح، منهم. أيوة، من هؤلاء نفسهم. نعم صحيح. يقول والله لا، نحن لا نريد هذه الدولة بهذا الشكل. نعم. نحن نريد دولة العدل، نريد دولة الديمقراطية، نريد دولة الشراكة، نريد دولة المواطنة، الكل يكون متساوي. إذا ليسوا سواء. هنا تأتي قضية إنه والله كيف نستطيع أن نوسع ونعزز من دائرة هذه المساحة التي فيها الخير. والله يا إخوان نقول لهم إذا هذه الدولة الإريترية لن تستمر في كيانها واستمرارها ونظامها السياسي، وخصوصا من حولها اليوم يعني حالة من الحروب نتيجة المظالم، ودي يمكن بعدين حنجي في أصلحوا بين أخويكم. يعني كيف أن الله أمر بالعدل وكأنما الأمر بالعدل لا يتحقق أو الأخوة لا تتحقق مع وجود المظالم. نعم. فنفس الشراكة الوطنية لا تتحقق في ظل المظالم. نعم. لابد أن يزول هذا الظلم. لابد أن يزول. وإلا فهنا تأتي قضية إنه والله فعلا هنالك مظالم، يجب أول شيء أن نقر بأن هنالك مظالم، ثم أن نتعاون معا بعد ذلك على إزالة هذه المظالم، وهي مظالم ظاهرة ومتفق عليها بين العقلاء. كلام جميل. نختم أخيرا شيخنا الشيخ حسن في دقيقتين في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كيف تختم هذه الحلقة بتوجيه الشعب الإريتري خاصة وجميع المسلمين عامة في هذا المبدأ العظيم؟ هذه الآيات طبعا يعني أو سورة الحجرات هي تناولت جملة من الآداب، الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله، الأدب كذا، إلى أن جاءت بعد ذلك الآداب بين المؤمنين. أول ما بدأت به هو أن على المؤمنين أن يدركوا أنهم إخوة. وكلمة إخوة سبحان الله لها عمق عميقة جدا في النفس. يعني أنت كيف تتعامل مع أخيك؟ تناصره، تحبه، تساعده، تعاونه، تشفق عليه. نعم. لكن شوف الله سبحانه وتعالى يقول لك والله يا أخي أخوة الإيمان عندي أعلى من تلك الأخوة. الله. كيف ذلك يا رب؟ يقول لك والله أنا أقطع العلاقة مع الجانب النسبي إذا كان في كفر بالله. نعم. أجعل التوارث بينهم لا يجوز. نعم. لاحظت؟ بينما الأخوة الإيمانية لا تنقطع، هي علاقة دائمة مستمرة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فأول قاعدة رسخت هذه الآية أن ننطلق من أخوة الإيمان، وأن هذه الأخوة فيها التناصر وفيها الولاء وفيها المحبة وفيها عدم كشف أسرار المسلمين وإظهارها للآخرين، وفيها كثير من المعاني اللي أنت تستصحبها من معنى إيه؟ معنى أخوة. فيها الولاء طبيعة الحال، إنما المؤمنون إخوة. والإخوة فيما بينهم أحيانا يتشاركون حتى وهم يتعاركون في الداخل، لكن لا ينفي ذلك كونهم إيه؟ أخوة. لذلك يقول لك والله الواحد لأخوه يقول لك يا أخي الدم عمره ما يقبى مويه، مش كده؟ يعني لا يمكن أن أنفي أخي، فأخي هو أخي، مش كده؟ نفس الطريقة. معناته هذا التوجيه الإله الكريم لو طبقناه على الشعب الإريتري. نعم. فبني عمراوي هو أخو البلاناوي.
نعم. والبلناوي هو أخو السيهاوي والأساورتاوي. نعم أيوه. والأساورتاوي هو أخو الجبرتي. الجبرتي. والجبرتي أخ للنارة والبارية والبازة وهكذا. فهم إخوة. شوف بهذا المعنى كيف نحن أقوياء. الله أكبر. نعم. يعني فالذي يريد أن يمزقنا ويفرقنا ويوزعنا ويقول لنا لا والله كل مجموعة لحالها وكل هذه كارثة. نعم. هذه كارثة، معناها هذه سياسة فرعونية حسب منطق القرآن. نعم. لأنه قال إيش قال؟ يأخذهم شيعا. نعم. ثم قال يعني ويظلم بعضهم بعد ذلك بعض، يعني يستضعف طائفة منهم ويقوي طائفة على إيه؟ نعم. على طائفة. فهذه كلها تتنافى مع مفهوم الأخوة. ثم أيضا الأخوة تتعرض أحيانا لمشكلات، وأحيانا تتعرض لبغي، وأحيانا تتعرض لمشكلات. الله تبارك وتعالى قال يجب ألا تسمحوا للمشكلة أن تستمر وتدوم. حصلت إشكال تدارك أيا كانت المشكلة، مشكلة اجتماعية، مشكلة مالية، مشكلة عقدية، مشكلة فكرية، مشكلة كذا، مشكلة تصورات، يجب أن تعالجوها. وأيضا هنا في العلاج شيخ حسن كذلك يعني نفى الله عز وجل المجاملة في توجيه الآخرين. نعم. أنت تجد مثلا أثناء الصلح المصلحون من الشماغلة يجاملون الجهة الأقوى أو يجاملون الجهة ويعني ويدعون إلى لملمة الأمر من غير ما يكون هناك إنصاف. نعم. والقرآن يرفض هذا. نعم. لأنه قال فقاتلوا التي تبغي. نعم. فقاتلوا. نعم. والمقاتلة يعني بعد مفاعلة لا تعني مقاتلة بالسيف فقط، حتى المقاتلة بالتوجيه والإرشاد. أنتم ظالمين اتقوا الله. هذا الظلم. هذا أنتم تعديتم على إخوانكم. هذا الطرح حقيقة في أوساط الشماغلة غير موجود. إلا قليل. هي على كل هنالك مستويين في حل المشكلات. المستوى الأول هو مستوى التحكيم، والمستوى الثاني هو مستوى الصلح. الصلح فيه تنازل لكن ليس تنازلا مجحفا، قد يكون تنازل من طرفين، أنا أخذ منك شيء وأخذ من الآخر شيء. فإذا وصلنا إلى التسوية وحققنا الصلح ثم بغى بعد ذلك طرف على آخر، هنا لا بد من الحسم. هنا مباشرة الكتلة التي كانت تصلح بين الطرفين تتحول مباشرة إلى إيه؟ إلى الطرف المظلوم، إلى طرف المظلوم، وتنحاز معه ضد الظالم. نعم. وهذه سبحان الله، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فنحن في البداية ننصرهم جميعا بالصلح. نعم. نجلس بينهم، ما هي مشكلتكم، ما هي قضيتكم، ما هي كذا، ثم نعمل إلى حل المشكلة. وقد نكون أحيانا سبحان الله نفس هذا الطرف الثالث، إذا الإشكال مثلا إشكال مالي، أحيانا هو نفسه يساهم في الحل. الطرف الثالث نفسه يساهم حتى لأنه سبحان الله الإشكال الذي يندلع بين مكونين مسلمين لا تتصور أنه فقط بينهم، سيطالك أنت أيضا. نعم صحيح. وهو يعني بارك الله فيكم شيخ حسن. انتهت حلقة هذا اليوم، وقد تدارسنا نحن وإياكم مشاهدي الأكارم هذه الآيات الكريمات العظيمات، والحقيقة يعني الوقت لم يسعفنا بأن نمر عليها بعمق جميعا، لكن مررنا عليها بالكلام وأسقطناها أيضا على شعبنا الإريتري المسلم وغير المسلم. سأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من خلال هذه المدارسة. أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ حسن سلمان، كما أشكركم مشاهدي الأكارم، والشكر موصول لربنا سبحانه وتعالى وللإخوة القائمين في الكنترول. وهذا أخوكم برهان يحييكم، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا